بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلنا عارفين طبعا اسعار الجبنه الكريمي وصلت كام. اسعار العلبه ديت كده الصغننه ديت وصلت كام دلوقتي. كل انواع الجبن بقينا بنسمع اسعار غريبه. النهارده هنعملها بطعم جميل وريحه احلى من الجاهزه بكتير، ريحه قشطه كده ولبن جميله، وبسعر يعني ايه ما يجيش ربع العلبه اللي احنا ماسكينها ديت. لما كنت باجي اغلي اللبن وبعدين الاقيه قطع مني او راب كنت بزعل، لكن بقيت بستفيد منه في اكتر من حاجة. اول حاجة طبعا اللي هي الجبنة الكريمي التحفة اللي احنا هنعملها، وتاني حاجة الشرش بتاعه او المية بعد ما نصفي منها اللبن. بناخد المية ديت ونحطها في التلاجة لحد ما نعوزها في استخدامات المعجنات، فبنعمل بيها معجنات جميلة جدا. طريقة الجبنة الكريمي سهلة جدا، وكمان مكوناتها موجودة عندنا، يعني مش هنعوز نشتري حاجة بما ان اللبن عندنا طبيعي، يعني ايه موجود عندنا في البيت. دلوقتي انا حطيت اللبن على النار وبعدين بدأ ان هو ايه يقطع معايا بالشكل دوت. إيه، اللبن هنا راب معايا طبيعي، يعني قطع كده طبيعي من غير من انا اضيف له ولا خل ولا ليمون. لان لو ضفت له خل وليمون وانا بعمل الجبنه الكريمي، يعني حتى لو غسلتها بعد كده بيبقى طعمها لاذع، بيبقى طعم الخل والليمون اثر على اللبن، على قطع الجبنه ديت اللي اتجمدت معايا، فبيديها طعم متغير شويه. لكن هو كده بيديها طعم قشطه، قشطه صافي من غير اي نكهات جايه فيها او حاجه تغير طعمها. هسيب اللبن يسخن شوية، يسخن يعني بزيادة شوية لحد ما قطع الجبن كلها تتجمد فيه، كله يتحول لقطع جبن بالشكل دوت كده. بعد كده هنصفيه، هنفصل القطع الجبن اللي اتجمدت، يعني الشرش بتاع اللبن وهو سخن زي ما احنا شايفين كده، واسيبه يتصفى كويس. هقلب بالمعلقة بس يعني عشان انزل المية، مش ما اضغطش عليه خالص، يعني يا دوب اقلب بخفة كده عشان اي مية زيادة فيه ايه تتصفى في المصفى. وبعد ما قطع الجبن تصفي المية اللي فيها كلها، هحطها على طول في الكبة وهي سخنة، مش هستنى ان هي تبرد. وبعدين هنضيف عليها مكعبين زبدة. انا كنت مطلعه الزبدة بره التلاجة عشان تبقى يعني ايه في درجة حرارة الجو، فتبقى سهلة معايا في الخلط. هنحط مكعبين او مكعب كبير، انا حطيت مكعب واحد لان المكعب كان كبير. قطع الزبدة بتبقى متناسبة مع كمية الجبن اللي انا عاملاها، يعني اللبن اللي انا عاملاه دوت حوالي لتر ونص. وكمان هضيف عليها معلقتين قشطة وش اللبن، دي كانت عندي في التلاجة، فهحط عليها معلقتين، يعني بتدي طعم ايه، بتخلي الطعم غني شوية، بتخلي طعم القشطة باين فيها اكتر. ولو مش موجودة عندنا قشطة وش اللبن خلاص تمام مش مشكلة، بنعملها بس ايه بالزبدة. وهنضيف عليهم رشة ملح صغيرة، يعني حوالي ربع معلقة كده صغيرة. إيه اللي انا بعملها النهارده اللي هي الجبنه الكريمي اللي بطعم القشطه، او اللي بطعم الجبنه الكيري اللي هي ايه القشطه الساده من غير اي نكهات، يعني مش بطعم الفلفل. لو انا عايزه اعملها بطعم الفلفل ان انا بضيف عليها ايه الفلفل الاحمر الحراق دوت، بيبقى طعمها جميل قوي برضو. ممكن بعد كده ان انا اضيف عليها اي نكهات انا عايزاها، سواء زيت زيتون زعتر اي حاجه انا بضيفها عليها بيبقى طعمها تحفه. اهم حاجه بقى معانا ان انا اضربها كويس جدا، افضل اضربها يعني اكتر من مره لحد ما تنعم معايا، يعني اضرب واوقف الخلاط شويه كبه شويه، هقلبها عشان انزل اللي على الجوانب عشان كل ايه الخليط يتجانس مع بعضه وكله يبقى ايه بنفس درجة الملمس الناعم كلها مع بعضها، وبرضو ايه المكونات تتقلب مع بعضها كويس عشان احافظ على الكبة بتاعتي. فكل شوية بعد ما اضرب شوية ان انا ايه اوقفها وبعد كده ارجع اشغل تاني. شايفين كده بدأت تنعم معايا وبدأ شكلها يبقى يعني شبه الجاهزة زي ما احنا شايفين كده. وريحتها جميلة، ريحتها قشطة كده جميلة، قشطة طبيعية ريحتها حلوة قوي. كل ما تضربيها اكتر في الكبة بتنعم معاكي اكتر وبتبقى طعمها احلى كمان. فانا حسيت ان هي عاوزة تتضرب كمان شوية، فشغلت عليها الكبة شوية كمان. تحفة. شايفين يا جماعة ريحتها يعني روعة، مش عارفة اقول لكم. نجيب علبة طبعا هنفضيها فيها. يعني احلى جبنة كريمي سهلة جدا، وكمان ما خدتش معايا ولا وقت ولا مجهود، وكمان اوفر من اللي انا بشتريها بكتير، وطعمها هيعجبكم قوي ان شاء الله باذن الله. طعمها حلو قوي فعلا.
شايفين يعني جميلة قوي، تعمليها سندوتشات هتتفرد معاكي بكل سهولة. وكمان انا بحب اكلها بالبقسماط او المخبوزات. الكمية ديت عملتها من حوالي لتر ونص لبن تقريبا، فعملت معايا كمية جبنة حلوة، اقل سعرها اقل بكتير من الجاهزة، واغطيها واحتفظ بيها في التلاجة مش هيجرالها اي حاجة. وهنا معايا شرش اللبن، بعد ما يبرد خالص هحطه في كيس واحطه في الفريزر استخدمه لما اجي اعمل بيه معجنات. كمية حلوة برضو. كده انا استفدت من اللبن مرتين، من الشرش بتاعه هنعجن بيه، وكمان من القطع جبن اللي هي رابط مننا اللي احنا عملنا بيها الجبنة. هجربه هنا معاكم بالدوريتوز، هقول لكم طعمها ايه. هي طعمها اقرب اكتر للبنة، مش عارفة يمكن عشان انا ضفت عليها قشطة وش اللبن، بس طعمها حلو قوي، قريب قوي برضو للجبنة الكريمي. يعني الا ياكلها على ان هي جبنة كريمي ماشي، الا ياكلها على ان هي لبنة ماشي. ان شاء الله باذن الله تعجبكم.